بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. نتحدث اليوم في هذه السلسلة المباركة في هذا المسجد المبارك، نتحدث عن قصة حدثت لأمنا، أم كل مؤمن على وجه الأرض، أم المؤمنين عائشة، التي أحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا عظيما. قصة زواجه منها عجيبة. رأى في المنام 3 ليالي يرى فتاة مغطاة بقطعة من حرير، يأتيه جبريل فيقول: هذه زوجتك، فيكشف الغطاء فإذا هي عائشة. في اليوم الثاني، في الليلة الثانية، ينام عليه الصلاة والسلام فيرى نفس الرؤيا، فتاة مغطاة بالحرير، ويقول جبريل: هذه زوجتك، يزيل قطعة الحرير فإذا هي عائشة. في الليلة الثالثة نفس الرؤيا، فيقول النبي: إن يك هذا من عند الله يمضه، إذا كانت هذه رؤيا فستقع، لن يردها أحد. فشاء الله أن يتزوج النبي بكرا ما تزوج بكرا غيرها، وكانت عائشة الصديقة بنت من؟ بنت الصديق، أول الرجال إسلاما وأول الأمة دخولا الجنة، الذي فدى هذه الأمة بنفسه وماله. جاء الناس يخنقون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فما تجرأ أحد يدافع عن النبي إلا أبو بكر، فدفعهم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إن كان الله أثنى على رجل قالها كتم إيمانه في سورة غافر، فإن أبا بكر لم يكتم إيمانه، فهو خير من ملء الأرض من ذاك. إن كان أحد من الناس صحب النبي في أعظم رحلة فهو أبو بكر، والد من؟ تلك الفتاة التي أحبها النبي حبا جما، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. عائشة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. فلم يخرج الحب عن بيت من فتاة وأبيها. جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يسلم على من؟ على عائشة. فلما دخلت عائشة، وكان يدللها النبي يسميها الحميراء، تصغير حمراء، لأنها كانت جميلة، وجهها أبيض مشوب بالحمرة، والعرب تسمي هذا الأمر حميراء تصغيرا لحمراء، فكان يدللها. فلما دخلت وقد سلم عليها جبريل قال: يا عائش، وهذا من تدليل النبي لها، قال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. تسلم عليها الملائكة، بل سيد الملائكة، ويحبها خير الخلق عند الله، بل زوجها الله إياه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما مرض المرض الأخير كان يقول لزوجاته: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يلمح لزوجاته، يريد أن يمكث عند عائشة، فهو لا يحب أن يمكث عند غيرها، مع أنه عادل صلى الله عليه وسلم. فاستأذن زوجاته فأذن له، فمرض آخر أيامه في بيت حبيبته، وما مات إلا وقد اختلط ريقه بريقها، ووجهه وخده بين سحرها ونحرها، قبض الله روحه، وما دفن إلا في بيتها. عائشة التي كان أحيانا إذا خرج في السفر يلهو معها صلى الله عليه وسلم فيسابقها، فكانت تسبقه أحيانا ويسبقها أحيانا أخرى. وكان إذا رأى أهل الحبشة يلعبون حملها على كتفه الشريف وغطاها برداء له سترها، وهي تنظر إلى أهل الحبشة. عائشة تقول: أشرب من إناء وأنا حائض، فأعطيه للنبي فيبحث عن موضع فيه، وين مكان اللي شربت منه، فيشرب من موضع فيه حبا لها. لمن؟ إنها عائشة. تأتي أم سلمة تشتكي إلى رسول الله، غيرة النساء،
تشتكي إلى رسول الله حب النبي لعائشة. الحب لا يملكه أحد، لكن العدل تم النبي العدل بين زوجاته، فجاءت تشتكي حب النبي لعائشة، فقال لها: يا أم سلمة، أتجادليني في امرأة والله ما أنزل الله الوحي علي في لحاف أحد غيرها. نزل الوحي وهي في لحافي نائمة عندي. قالت: والله لا أسألك بعد هذا يا رسول الله. إنها من؟ إنها الصديقة، إنها الفقيهة، إنها العالمة. في إحدى سفراته صلى الله عليه وسلم، وكان يقرع بين أزواجه، عادل في السفر قرعة، من خرجت القرعة عليها خرج معها. في تلك السفرة كانت القرعة على من؟ على عائشة أم المؤمنين. وإذا قلت أم المؤمنين يعني خيرة النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نساء النبي مو مثل النساء العاديات، الله ما اختار لنبيه إلا خير النساء. وأزواجه أمهاتهم، يعني أمهات المؤمنين. أمك التي هي أمك قبل أن تولد، أمك يا عبد الله هي أغلى وأعظم من نساء الدنيا كلهن. أم المؤمنين إن كن من أهل الإيمان طبعا. فإذا بالنبي تخرج القرعة صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة، كان يحبها. أي غزوة؟ بني المصطلق المريسيع. وبعد رجوعهم من الغزوة كانت عائشة فتاة صغيرة خفيفة تحمل في الهودج مغلق لا أحد يعلم عنها، مستورة، وهي في قافلة مع غيرها، نزلت لتقضي حاجة، وكانت قد أخذت عقدا لأختها، استعارت عقد من أختها. فلما قضت حاجتها ورجعت ركبت الهودج تبحث عن العقد، ما وجدت. ليس عقدها، يهون الأمر، عقد أخت لها إعارة. فرجعت مرة ثانية والقافلة ستسير، فأبعدت في مكان قضاء الحاجة تبحث عن عقدها. سارت القافلة وما دروا أن عائشة نزلت، لأنها خفيفة أصلا. مشت القافلة وعائشة لا زالت تبحث عن العقد. فلما وجدت العقد ورجعت فإذا بالقافلة سارت. وكان من تمام عقلها ورجاحته أنها ما تحركت من مكانها، علمت أنها لو تحركت ربما أخطأت الطريق وأظلمت الدنيا، ورجعوا إليها لم يجدوها. وهذا من تمام عقلها، جلست في نفس مكانها. قالت: سيفتقدوني ويرجعون إلي. وغلبها النوم فنامت. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أنهم يجعلون دائما في سفراتهم رجلا يتخلف يسير بعدهم، فإذا وجد سقطا من المتاع حمله، أي شيء خلفوه شاله. هذه عادتهم. وكانت في تلك الغزوة رجلا اسمه صفوان بن المعطل السلمي يحمل سقط المتاع. فلما وصل إليها فعلم أنها أم المؤمنين عائشة استرجع، ما ناداها حتى باسمها أدبا وحياء. حياء مع من؟ ليس مع عائشة فقط، حياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا. يذكر الله حتى تسمعه فتقوم. ما ناداها حياء منها. فلما سمعت صوتا فزعت، وكانت متغطية بستار لها. فلما قامت أناخ راحلته ولم يكلمها كلمة. فركبت عائشة على الناقة وسار صفوان أمامها وما كلمها بنصف كلمة.